صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نشارك معكم كوكيز. بسم الله. عندي هنا كأس شاي جوز او قرقاع، وضعته في الفران غير تصهد وطحنته جيدا حتى كيتعلق. 2 معالق كبار مايزينا او النشا منخولين، قرصه ديال الملحه حتى هي كنخلوها. عندي هنايا النكهه نتاع الكوكيز وماشي ضروريه، ممكن تستغناو عليها تستعملوا غير الفاني. 2 بيضات كبار، كأس شاي شكلاط. انا خديت شكلاط نتاع الحلوى وقطعتها قطع صغيره اللي كتستحمل الحراره، كتبقى دائبه لكن ما كتحرقش. 16 غرام خميره الحلويات وسكر فاني، كتستعملوا اي فاني عندكم. الجوز للتزيين حسب الاختيار، كأس زيت، كأس سكر الأسمر، وممكن تغيروه بالأبيض على حسب الاختيار. بسم الله. خديت هنايا إناء أو قصرية وضعت فيها 2 بيضات كبار، كأس سكر الأسمر، كنضيفو حتى قرصة ديال الملحة، ضروري قرصة ديال الملحة في الكوكيز. كأس زيت، الكيسان ديال الشاي أو ديال العنبة، كنضيف الفاني. غادي نخلط جيدا حتى كيذوبوا حبيبات نتاع السكر. كنخلطو جيدا على هذا الشكل. كنضيف الجوز او الكركاع مصهد في الفران ومطحون. غادي نخلط حتى يندمج. هاني خلطت باطراف الاصابع. وكنضيف هنايا 2 معالق كبار مايزينا او النشا كنخلهم. 16 غرام خميره الحلويات كنخلو الكل. غادي نخلط حتى كيندمج الخليط. هاني خلطت ندمج. غادي نضيف الدقيق منخول وحسب الخليط. كنخلطو باطراف الاصابع، ما كنعجنوش الكوكيز، فقط باطراف الاصابع حتى كتجمع لينا العجينه خصها تبقى لينه ورطبه. كنغطيوها وكنخليوها 10 دقائق الى تشربات. كتخليوها في الاول شويه مرخوفه او لينه. الا ما تشرباتش كتضيفوا شويه ديال الدقيق، وإلا تشربات كتكتفيو. الدقيق كاين اللي كيتشرب كتير، بالاحسن في الاول خليوها شويه مطلوقه. كتغطيوها عاد كتشوفوا القوام ديال العجينه. ما تقسحوش العجينه من الاول، ما غاديش يجيكم الكوكيز هشيش وبنين. كتشوفوا عملت هنايا شريط وكنقطعو سنتيم ونص وكنعمل على هذا الشكل اللي كتلاحظوا في الصوره. ما نعملوش دائره، نعملو بهذه الطريقه. كيبقاو هذوك التشققات في الكوكيز، كيجي هشيش وكيجي رائع. غادي نستمر. معايا نذير وسندس هما اللي كيصايبوا معايا الكوكيز. دخلوا وليداتكم المطبخ نهايه الاسبوع، نصف ساعه او ساعه معكم في المطبخ كيعجبهم الحال. هنايا راه كيزينوا الكوكيز على حسب الذوق ديالهم. غادي نستمروا حتى نملؤوا البلاطو بالتزيين او الصينيه. الفران راني شعلته ملي بديت كنصايبو على 180. الفران شاعل من الفوق لتحت. غادي ندخل الصينيه وسط الفران شاعل من الفوق لتحت، وكنخليوه يطيب فقط 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. كنأكد ما نخليوش الكوكيز يطيب كتير. هاد الكوكيز كيجي مقرمش وهشيش. كاين بعض الكوكيز اللي كيجي معلك، هذاك المقادير ديالو بوحدو. كتشوفوا ما شاء الله هاني خرجته كيجي رائع وكيجي لذيذ والاطفال كيحبوه. صايبوه مع وليداتكم في نهايه الاسبوع. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وغادي يعجب وليداتكم انا متاكده ان شاء الله. وفيه فوائد كثيره. بعض المرات الا بغيتوا ما تستعملوش السكر الاسمر، هو كيكون شويه صحي على الابيض. ممكن تستعملوا العنب المجفف. بعض المرات كنعمل شويه ديال العنب المجفف شويه ديال السكر، كيجي رائع. كتشوفوا قسمت لكم هنايا واحد القطعه كيجي مقرمش وهشيش. كتعملوه في علبه محكمه الاغلاق وكيبقى حتى اسبوع
طبيعة الحال إلا بقى الأطفال كيحبوا الكوكيز كتير. نتمنى ان شاء الله تجربوه، وكنشكركم على المشاهده، وما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو، ديروا لي واحد لايك. كنشكركم جزيل الشكر. شكرا، في امان الله. الصلاة عليك يا النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد. الصلاة عليك يا النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد.